عالسلامة ومرحبا كالعادة أختكم فطوم خبيرة أبراج وطارو. اليوم باش نعملو توقعات الأسبوعية لشكون للعذراء. أهم الأحداث عند العذراء هذا الأسبوع، لكن شوفوا باش نعملو التوقعات بالكارتة الصغيرونة هيك. خلينا نبدلو يا جماعة. ها يلا شوفونا شو باش نقولو باش نحطو الطاقة نتاع العذراء، رجل ومرأة العذراء. توقعات الأسبوعية، نمشيو حياتنا العاطفية قبل ومن بعد نحلو حياتنا المهنية يا عذراء. ماشي لهنا انا باش نقول حاجه تخص الكارتة الصغيرونه اللي هي تعطي اعمار، تعطي احداث للاعمار اللي باش تقولها. شو معناها تعطي مرأة ورجل وتعطي عمر، معناها تطبق عليك ما تطبقش عليك، اي تطبق عليك. علاش لا؟ على خاطر احنا باش نحكوا بعمر، معناها من الى ماشي هكا. هذاك شنو الفرق بينها هي والطارو؟ هيا نمشيو حياتنا العاطفيه. ولهنا هي جبدت لي وقالت يا سيدي خص نص من اللي عمري 20 حتى للي عمري 30 من 20 حتى ل 30. قالت يا سيدي رانا احنا في الحياة العاطفية هي عتبة، معناها رانا احنا عندي علاقة عاطفية جديدة نجم نتعرف عليها في عتبة غير عتبتي، معناها مش في دارنا. معناها انا ماشية الفرح، عيد ميلاد، سفر، ما نعرفش انا، قهوة، ريستو، فما جمعة، فما لمة، حزنانة، تعبانة، مكتئبة. لهنا تقولك عليك بالتحرر وتغيير الطريق. يلا يا حلوة لهناك تقولي غيري الطريق. شو قالت عندك 5 شهور. 5 شهور هذيك بطاقة حزن. نحب نبدل خطوتي ما نجمتش. رايك تقولك تبدلي خطوتك، معناها تبدلي اللون، تبدلي قراراتك، تبدلي المكان اللي تسكني فيه، بدلي الحبيب اذا هو متعبك. لا متعبني الحبيب قد يكون. لهنا مانيش قاعده نحكي على الناس اللي ما عندهم حاج ديما، لا نجم يكون انا عمري 30 حتى 20 حتى 30 عندي شكون في حياتي متعبني، متعب بالشوفه. وهنا تقول لك كي نخرجوا ونحكيو في اللي في قلبي، معناها الحبيب هذا، الشريك هذا، الزوج هذا، باش نخرج معاه باش نكون واضحه. لو خاطر هي البطاقات واضحين، هذوما وقتين تحرر الساعه، وهذايا انت، هذوما اسم الله عليك ال5 اوقات غيار، معناها تعب. هذه الثنيه اللي ماشيه فيها، لازمك تمشي فيها. هذوما لهنا تقول البعض منكم باش يلقى حل مع الحبيب الحالي، والبعض الاخر ينسحب. بعض منكم تعبان مش مع الحبيب، في عتبه، تعبته دارنا. كي نقول عتبه سما ليش ما تفهمنيش؟ دارنا متعبتني، داري متعبتني، ما معناه والله ماناش فاهمين. فما عتب ساعات ما مش مبروكين علينا، حبينا مكرهنا نحكيوها باللغه الدارجه الجبله. انا نكري دار ماهيش مبروك علي، سكنت شريت دار ماهيش مبروك علي، صار فيها برشا تعب، لازم نغيرها، لازم تتغير. عمار الدار هذيك ماهمش موافقين، ماهمش عمار وقارين وجو مكهرب، كآبة، مشاكل، سوء تفاهم عائلي، هذا الكل يخليك كان انت تحكي لي كان انت مازلت ما عرستش هذا. اما كان عرست والدار اللي انت تسكن فيها معناها متعبتك، عائله متعبتك، وباش تخرجي منها اي باش مستحيل، لا باش تخرجي، على خاطر فما تفكير في التغيير، والتغيير قتلك الجاي. دونك هاو يا جماعه نلموهم لهنا ونقولوا راهو فما انفراج طفيف في قراراتك، في مواقفك من الطرف الاخر. زاد عنده مبادره حلوه، نجم ابعثلك مسج يعني متزعلين، هز تليفون يكلمك، هزي تليفون ما تخليهوش يرن يا بنتي يرحم يجيك بعد تندمي. شنو اخر زعما النصائح؟ الاوراق هذوكم نتاع بنوتات اذكياء، ستات اذكياء، باش تجيني فرصه ومانيش باش نسلم فيها. دوك الاسبوع هذايا خمموا مليح في اللي باش تعملوه. ماشي يا حلوين، باش نمشي توا ماني قلت ما كان 20 حتى 30، انا ماشيه توا من الثلاثينات حتى للخمسينات، وان شاء الله ربي يطول في اعمار الناس الكل حتى من بعد ال50، على خاطر عندي هما اعمار مانيش باش نقصمهم انا، ولكن باقي نحكي قسم الستات مواليد العذراء.
فما برج عذراء، فما فتاة، فما مرأة تقولها كان انت متزوجة اسم الله عليك خسرت صغير بسبب، ديما نقول نخسروا صغارنا ولا ما نحبلوش بأم الصبيان هي الأولى. أم الصبيان هي السبب باش ما نخليه ما نحبلوش، ما يركحش الصغير، تصير متاعب الجو داك الكلو. انت قلبك لهنا قالك شي قلب يقول لك هذه الأمور الروحانية هي السبب، أو أمور طبية هي السبب، أو هذا الشخص الشريكي في حياتي هو السبب. وهذاك علاش قالت لك عندك مفاجأة من القدر، معناها ربي سبحانه باش يفاجئك بحقيقة الشخص اللي مقابلك، معناها بحقيقة زوجك. مانيش نخمم حتى في شيء، خاطر تجيني انا السيناريو مانيش باش نحكي، على خاطر كان نحكيه هو يبدا شخص معين مش 20,000 واحد. دوك لهنا كل وحده تخمم بالطريقه اللي هي الوضعيه اللي هي فيها، خاطر مش ديما الرجل هو السبب. واذا هو الرجل السبب خاطر لازمك تريحي نفسك، معناها انا قابله، انا قبلت اني انا نكمل حياتي، ما نجيبش صغار، ابي نحبه وهو يحبني وما يبيعنيش وما نبيعوش، معناها باش نكملوا حياتنا حتى لو كان عائلتنا رفضوا هذه العلاقه. فيش هكا. اما كان هو يبقى عم باله بروحه انه هو تعب منه، بسم الله عليه ان شاء الله يرضيش في الناس الكل، اما قال لكم يطلع فيه في العالم، معناها عرفتك اللي حد يقول لك كان عجبك، قالت لك انت متعرضه لبرشا تعب ووجيعه وخيانات، وانا خرجت من جبال الصغار على خاطر بعديك عندي بطاقه تقول انك انت قاعده في علاقه ماهوش قاعد يستعرف لك الطرف الاخر بتضحياتك. ما نعرفش كان مستعرفينك بتضحياتكم ربي يهنيكم، ولكن هذه نتاع واحده باش تاخذ قرار. هذه راهو انا قاعده نحكي الاسبوع هذا بين فاش معناها بين معناها هذه بطاقه مراه فتاه باش تعرف تاخذ القرار الصحيح في حياتها، وهذه مرأة مازالت تعبانة وتلوش في حل أو تلوش في حد يعطيها حل. في كلتا الحالتين تقولها بعد 4 أوقات تخرجي من هذا المأزق أو هذه الحيرة. ماشي نمشيو للأولاد والرجالة من مواليد العذراء، شوفوا محلاه من إله باش نقول من 20 حتى ل 40 ومن 40 حتى 50 60 إن شاء الله يا رب يطول عمركم الناس الفرق. اش عندي أنا تقول مولود العذراء تعرف شنو هي الورقة؟ تقول يتقال في حق كلام باطل من طرف مرأة. المرأة هي انت حاكي معاها تحكي معاها شاكك فيها، قولي شنو هذا؟ لا لحظة خاطر تنجم انت شاكك في طرف خاطئ، تنجم علاش ليه؟ خاطر غاديك قالت لك رد بالك لا تغلط، رد بالك يا رجل العذراء لا تغلط في المرأة اللي ما تحبكش تأسس حياتك وتنجح في حياتك مع هذه الحبيبة أو مع غيرها. ما معناه رجل العذراء مهما كان عمره معرس مطلق أرمل ما عنده حد في حياته، ديما عنده مرأة تحاربه، ديما عنده مرأة مش بنفسه مش نفسه، أما تحاربه إنه هو ما تتدخله في شؤونه، تتدخله في اختياراته. تقول لي شكون هي اللي هنا؟ قالت لك عندك من الدائره الاولى حتى يجي للدائره الثانيه، برسمكم ما تقولوليش ما تعرفوهاش. الدائره الاولى اللي هي امي واختي لا امي واختي، الدائره الثانيه خالاتي وعماتي، الدائره الثالثه اصحابنا وجيراننا والناس اللي بعض. ماشي هكا هاو 3 دوائر، الدائره الاولى والثانيه والثالثه. فما حاجه مهمه انا باش نقولها، هذه بطاقه اذا انت شكيت في نفسك انه فما طاقه متحكمه فيك يا رجل العذراء، معناها نعم صحيح شكر. اذا انت تقول ما عندي حتى شيء بالثوم، انا راني نحس روحي تاعك مانيش ناوي نعاود حياتي، ما نحبش نصلح من بيني وبين هالمراه وهذه الفتاه، حسيت فما نفور، خاطر هذه بطاقه نفور من العلاقات العاطفيه عند رجل العذراء، حتى معرس متزوج ما عرفش شنيا عنده نفور، فما تعب كبير ونحب نرتاح. اش قالت هي؟ قالت يلا انت لازم تبعد بعيد وتعاود تخمم من الاول وجديد في حياتك باش تلقى الحل. هو راه الحل عندك، ولكن انت قاعد طول في الحكايه، طول في الموضوع، مش السنه عام الجاي مش عام الجاي حل. نقول لك انا 3 اوراق هذوما يكونوا انك انت رجل العذراء وفتاه العذراء يستنى في الوقت المناسب باش يقلب حياته، باش يطوي صفحه ويبدا في صفحه جديده. وهذاك علاش هي قالت لك البعض منكم في الاختيار الصح
والبعض الاخر اصبر شويه ومش توا، على خاطر ماكش في الطاقه وماكش في المود، ماكش في القوه اللازمه انك انت تواجه وانك انت تاخذ حقك وانك انت تتحرر من اي طاقه ما، من علاقه او من طاقه سلبيه. وهذاك علاش هي قالت لك هذا الاسبوع انفراج طفيف في حياتك العائليه والعاطفيه. خليك مستمع، كون مستمع، اعطي ودنك وما تتكلمش، اعطي ودنك معناها اسمعها، خذ راي الناس الكل من بعد قرر. ماشي؟ حياتكم هذيا شكون هذيا؟ والله نسيت حياتكم العاطفيه. خلينا نمشيو حياتكم المهنيه. حياتكم المهنيه لازم واحد يجي يفكرني، راني نجم نمشي لبعيد. خلينا نقول للعذراء حياته المهنيه، حتى كان حكيت لكم مش نعاود نحكي، والله لا ننسى بالرسمي. ايا شوفوا هذه قالت فما كلام جميل باش يوصل للعذراء المرأة في الامور العمليه. هذه بشاره، هذه فرح، من بعد ازعاج كبير فما بشاره خير ان شاء الله يا رب. وهناش قالت يا سيدي هذيا زاده المرأة العذراء وتقولها من بعد صراع عملي مع شخص قد تنتصري. هذوما جماعه راهو رجل العذراء لهناش تقولوا عندك منافسه كبرى في العمل، انت المنتصر، ولكن لازم تكون كتوم على اسرارك او على اهدافك. عندك انت ترقيه، يعني انا عندي ترقيه، حاجه جديده، فما احداث جديده عند العذراء في العمل، ولكن لازم يكون حريص شوي. فما دعم لهنا تقول من رجل ذات السلطه عند رجل العذراء. ان شاء الله يا ربي يهنيكم ويوصلكم للي تتمنوا. باي باي.